أبنودي في صعيد مصر. عندنا النهاردة واحد منهم نتعرف عليه من خلال هذا التقرير. هو ابن بيئته الصعيدية الغنية بمواطن الجمال والإبداع، فللمكان خصوصية بمفرداته الثرية، وللكلمات خصوصيتها ووقعها الفريد، وللتراث الشعبي سحر تستلهمه قريحة الشعراء. ولد شاعرنا في إحدى قرى طهطا بمحافظة سوهاج، حصل على ليسانس الآداب والتربية من جامعة جنوب الوادي. كتب شعر العامية والفصحى والغنائي والحلمنتيشي، كتب الموال وفن الواو. اتسم بغزارة نتاجه الشعري، فصدر له أكثر من 20 ديوانا. من أشعاره: الضحك الصيني المستورد، شعاع جوه حيطان الضلمة، عيش وملح، جلا جلا، ضحكة فوق وش الضي، فنجان القهوة اللي بيضحك، أخرج شوية بكا، بكاء قصيدة، حبة مشاعر على الورق، قصائد برائحة النعناع، لما بتضحك ليا عيونك، الدايرة اللي بشكل مربع، وهو من فن الواو. ارتبط بالعديد من الجهات الثقافية، فهو سكرتير لنادي الأدب بطهطا لمدة دورتين، محاضر مركزي بوزارة الثقافة، عضو رابطة الزجالين وكتاب الأغاني، عضو اتحاد كتاب مصر. صدرت عن أعماله بعض الدراسات النقدية، كما حصل شاعرنا على العديد من الجوائز وشهادات التقدير عن أعماله الشعرية في كثير من المحافل الثقافية. ضيف هذه الحلقة من برنامج بالريشة والقلم الشاعر راضي الطهطاوي. أهلا وسهلا، سعداء جدا بوجودك معانا أستاذ راضي، شرفتنا وأنستنا، وتحياتنا